ولما طلعتله فوق السطوح لقيته قاعد كده بالمنظر ده، قاعد وبالفانلة وكأنه بيتفرج على حاجة، وزي ما يكون مش كان واخد باله مني أو مش عامل حسابه إن في واحدة ممكن تطلع وتشوفه بالمنظر ده. قربت عليه بالراحة وأنا عيني منه ونفسي أعمل معاه، فضلت أقرب عليه وواحدة واحدة لغاية ما بقيت قدامه بتفرج على اللي هو بيعمله. هو عمال يحركه كده من تحت لفوق، كان تقريبا 20 سنتي ولا حاجة. والواد جامد، كان باين عليه قوي إن هو قوي وصحته حلوة. أنا أخدت بالي من كده من أول مرة شوفته فيها. المهم قعدت جنبه وهو زي ما يكون اتخض أول ما شافني، لكن هو في لحظة كده لقيته استوعب اللي بيحصل وعارف إن أنا محتاجاله. كنا قاعدين جنب بعض وبدأنا طبعا بشوية حاجات كده، بوس وأحضان، الحاجات الخفيفة اللي بين الراجل ومراته. بس أنا لا مراته ولا هو جوزي، احنا اتنين ما طبطناش أي حاجة ما بين بعض، بس هو عجبني وأنا تقريبا كده عجبته. أنا اسمي غادة، عندي 48 سنة، جوزي متوفي. جوزي كان تاجر كبير، وزي ما بتقولوا كده كان سايب لي فلوس كتيرة قوي، وأنا موجودة دلوقتي وما عنديش أي ولاد، ربنا ما كرمنيش يعني بالخلفة، فبقيت عايشة لوحدي. ومن الحاجات اللي جوزي سابها لي، ساب لي بيت كبير يعني محترم كده، تقريبا 9 أدوار. أنا قاعدة في الدور التاسع والبيت كله متأجر. ومن فترة كده جالي شاب، يعني شاب كده ده باين عليه كده هو إن هو شاب محترم من الأرياف، وطلب مني إن هو عايز شقة في البيت ويكون سعرها معقول. أنا بصراحة أول ما شفت الشاب ده حسيت إن هو شاب كويس وراجل كده وملو هدومه، مش زي الشباب بتوع اليومين دول اللي هم عاملين حلقات غريبة وطريقة كلامهم بتكون غريبة. يعني باين عليه كده ان هو شاب من الزمن القديم، طبعه قديم يعني، دقة قديمة ومحترم. المهم انا طبعا زي ما قلت لكم ان كل الشقق عندي متأجرة، لكن في أوضة كده فوق السطح قلت له انا ممكن افضلك الأوضة دي وانت تاخدها، وسعرها هيكون كويس جدا ليك، يعني مش هيكون كتير عليك ومش هكون متقلة عليك يعني في السعر. قال لي خلاص تمام ماشي مفيش مشكلة وكتر خيرك. قلت له انت هتدفع دلوقتي ولا عايز تشوف الأوضة بتاعتك وتشوف ناوي تعمل فيها ايه؟ فقال لي خلاص هشوفها الأول واتفرج عليها. المهم اتفقنا وشافها واتفرج عليها واخدها، واتفقنا وكتبت معاه العقد، وكتبت معاه عقد سنة واخدت منه عربون شهر، وهو دلوقتي بقى موجود معايا فوق. وانا زي ما قلت لكم انا في الدور التاسع. فبالليل كده وانا نايمة سمعت صوت تخبيط كده جاي من فوق السطح، فانا بصراحة يعني قاعدة لوحدي واغلب اليوم بكون قاعدة لوحدي بقالي كتير، فقاعدة في الشقة بقى ولابسة براحتي، لابسة كده قميص صغير وزي ما بتقولوا كده ان انا كمني قاعدة لوحدي في البيت، فقلت اما البس بقى ما محدش هيجيلي ومفيش حد معايا. فروحت لابسة كده روب خفيف وطلعت على السطح اشوف ايه اللي بيحصل فوق. وطلعت وانا متضايقة جدا، فلقيته هو قاعد كده وزي ما بتقولوا عمال ينظف وينفض الحاجة بتاعته. الأوضة كان فيها شوية تراب فهو بينضفها يعني. وكان لابس فانلة، فلاحظت عليه ان هو معضل قوي وزي ما يكون كده بيحب ان هو يلعب رياضة. فانا شفت المنظر ده كل التوتر والعصبية اللي انا كنت فيها راحت من عندي، وبقى عندي احساس كده تاني، احساس كده زي ما يكون عايزة الولد ده، زي ما يكون محتاجاه، احساس بالامان. المهم قربت عليه وقلت له بصوت عالي يعني كأني ان انا متضايقة. قلت له انت ازاي بتعمل ازعاج كده في العمارة؟ هو انت مش بتراعي ان في ناس نايمة؟ في ناس ممكن تكون نايمة في الوقت ده. قال لي حقك عليا يا مدام، انا بس الأوضة كانت متبهدلة مني شوية، فانا قلت اظبطها وانضفها عشان الواحد يعني يعرف ينام نومة كويسة. قلت له بس برضو يعني المفروض تخلي بالك، انت باين عليك شاب ذوق ومحترم، ما تخلينيش اخد فكرة غلط عنك. قال لي حقك عليا، انا الموضوع ده مش هيتكرر مني تاني. ولقيته مرة واحدة بيقول لي تسمحي لي بس ان انا اخد من عندك بطانية، يعني زي ما تقولوا كده انا كان نفسي اخدم الولد ده باي حاجة. فقلت له طبعا اكيد تعالى معايا وانا هديلك بطانية من تحت. وخدته معايا على الشقة ونزلنا انا وهو طبعا يعني خد باله ان انا لابسة لبس خفيف، فبيقولي هو انتي مش بردانة من اللبس اللي انتي لابساه ده؟ لما هو قال كده انا ساعتها بقى عرفت ان الولد ده مركز معايا وشكله كده ان انا عجباه. هو صح انا عندي 48 سنة، لكن يعني زي ما تقولوا كده جسمي يتلف بحرير، واللي يشوفني ما يتوقعش سني خالص، اللي يشوفني يقول ان انا عندي 20 سنة. فانا زي ما يكون عجبته، او يعني الولد ده زي ما تقولوا كده هو شاب برضه ومحتاج ست عموما. فمش عارفة هو انا كده، انا في العموم اصلا عندي ثقة
عالية قوي في نفسي، فقلت في سري اما اختبره كده يمكن يكون عايز يعمل معايا عسل بالقشطة كده فعلا. فرحت قلعت الروب اللي انا كنت لابساه بس، والقميص بس اللي ظهر، ولقيته طول ما هو يعني انا في الأوضة وعمالة ادور له على البطانية مركز معايا قوي. فرحت اديت له البطانية وقلت له يلا بقى علشان الوقت اتأخر وما ينفعش نكون مع بعض دلوقتي كده لحد مثلا يطلع علينا ولا حد يشوفنا. فلقيته زي ما يكون مش سامعني ومش مركز معايا جدا، وهو عمال يعني عينيه كده على منطقة معينة في جسمي. المنطقة دي كانت كبيرة عندي شويتين. فقلت له ايه انت مش معايا ولا ايه؟ رد عليا وقال لي لا لا انا معاكي انا معاكي طبعا. طيب تمام استأذن انا بقى. وراح طالع فوق. المهم بعد كده دخلت الأوضة بتاعتي وقفلت الباب وهو طلع على الأوضة بتاعته. وانا طول ما انا قاعدة في السرير عمالة افكر فيه وبتخيل جسمه جميل اوي وشكله حلو وباين عليه انه قوي يعني. وانا زي ما قلت لكم انا جوزي متوفي فتقريبا ما عملتش اي حاجة مع راجل من زمان، من يجي كده 15 سنة ولا حاجة. يعني اغلب الحاجة اللي بعملها بتكون على النت يعني على موقع كذا او الموقع الفلاني، انما انا ماليش اي تجارب من 15 سنة ويمكن اكتر. فزي ما تقولوا كده الولد ده دخل دماغي ومش راضي يخرج، وانا قاعدة بقى طبعا لوحدي والولد عمال يروح ويجي قدامي في مخيلتي. يعني عمالة افكر فيه وعمالة اتخيله ومش عارفة انام، وكل شوية لما عينيا تغفل كده ارجع احلم بيه وافتكره. فبصراحة تعبت وقلت انا لازم اقوم يعني اطلع كده اتمشى شوية، اطلع فوق السطوح ولا اعمل اي حاجة يمكن الاقيه فوق. وبالفعل اخدت بعضي ولبست نفس الروب تاني وقمت طالعة فوق. طلعت فوق السطوح قعدت اتمشى شوية وببص كده وادور في الأوضة بتاعته، لقيته موجود وصاحي. ولقيته قاعد كده وكان في كنبة بره على الأوضة، لقيته قاعد عليها وماسك التليفون بتاعه وزي ما تقولوا كده بيريح نفسه من الآخر. فأنا شفته من بعيد وعمالة كده أتفرج عليه، والولد باين عليه انه جامد، باين ان هو قوي يعني في الموضوع ده. فببص من قريب لقيت يعني حاجة مش طبيعية، ببص عليه من بعيد كده لقيت حاجة حجمها مش طبيعي، حاجة مش طبيعية، حاجة كده قليل جدا لما تلاقوها زي ما تقولوا كده زي المسطرة. فقربت منه ورحت قعدت جنبه على الكنبة وانا عارفة انا رايحة اعمل ايه. لقيته بصلي في عيني كده وواحدة واحدة لغاية ما بقيت قدامه بتفرج على اللي هو بيعمله. هو عمال يحركه كده من تحت لفوق كان تقريبا 20 سنتي ولا حاجة. والواد جامد كان باين عليه قوي ان هو قوي وصحته حلوة. انا اخدت بالي من كده من اول مرة شفته فيها. المهم قعدت جنبه وهو زي ما يكون اتخض اول ما شافني، لكن هو في لحظة كده لقيته استوعب اللي بيحصل وعارف ان انا محتاجاله. كنا قاعدين جنب بعض وبدأنا طبعا بشوية حاجات كده بوس وأحضان، الحاجات الخفيفة اللي بين الراجل ومراته. وانا بعدها بصراحة اتبسطت جدا، انا بقالي كتير قوي ما عملتش كده. وبصراحة يعني هو في مستوى تاني عن جوزي اللي توفى، وبقيت كل يوم اطلع اقعد معاه بالليل وهو بقى حبيبي، وبقيت متعودة ومعتمدة عليه في كل حاجة. ولحد دلوقتي انا مش عارفة اللي انا فيه ده صح ولا غلط، هل اتجوز الشاب ده ولا اعمل ايه بالظبط. وهو باين عليه ان هو لسه شاب صغير وشاب في كلية. انا بس خايفة ان هو يطمع فيا ويطمع في فلوسي، ومجرد ان انا اتجوزه ياخد كل ما املك ويسيبني ويروح يدور على بنت تانية صغيرة. فانا مش عارفة اعمل ايه، ياريت تنصحوني اعمل ايه وتحلولي المشكلة اللي انا فيها.